مفكر جزائري أحدث نقلة نوعية في الفكر الإسلامي الحديث، وأسس مفاهيم ومصطلحات فكرية وفلسفية غير مسبوقة، لقب بألقاب عديدة منها فيلسوف العصر، وفقيه الحضارة، ومنظر النهضة الإسلامية. المولد والنشأة: ولد مالك بن نبي يوم 1 جانفي 1905 في مدينة القسنطينة بالجزائر، وسط أسرة متواضعة متدينة، وكان أبوه عمر موظفا بإدارة مدينة تبسة، وكانت أمه زهيرة تعمل في الحياكة. تعرف خلال إقامته في باريس على فتاة فرنسية أسلمت على يديه وسمت نفسها خديجة، فتزوجها لكنها لم تنجب، فتزوج مرة ثانية في مصر عام 1956. الدراسة والتكوين: التحق في تبسة بكتاب تحفيظ القرآن الكريم لمدة 4 سنوات بالتوازي مع دراسته في المدرسة الفرنسية إلى أن أتم تعليمه الابتدائي والإعدادي. مكنه تفوقه الدراسي من الحصول على منحة لمواصلة الدراسة في مدينة قسنطينة التي كانت معلمة للثقافة العربية والإسلامية قبل الاحتلال، وهناك بدأ يتعرف على الثقافة الفرنسية. ولما أنهى تعليمه الثانوي عام 1925 سافر إلى فرنسا، لكنه عاد إلى الجزائر لعدم حصوله على فرصة عمل، وفي سنة 1930 سافر إلى فرنسا مرة أخرى لمواصلة دراسته، غير أنه لم يستطع الانتساب إلى معهد للدراسات الشرقية، فتوجه إلى مدرسة اللاسلكي حيث حصل على شهادة مهندس كهرباء عام 1935. الوظائف والمسؤوليات: عمل في مدينة تبسة مساعد مكتب في محكمة المدينة، وفي سنة 1927 التحق بمدينة آفلو بولاية الأغواط للعمل في محكمتها. وبعد عودته إلى الجزائر عام 1963 تقلد عدة مناصب أكاديمية، أهمها منصب مستشار للتعليم العالي، ومدير لجامعة الجزائر، ثم مدير للتعليم العالي، إلى أن استقال عام 1967 وتفرغ لنشاطه الفكري والدعوي. تجربة الفكرية: تعرف في عام 1928 على رائد الحركة الإصلاحية بالجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وفي باريس تعرف على مشكلات أمته ووطنه، وفيها عاش تجربة غنية تعرف من خلالها على روح الحضارة الغربية وأفكارها. انخرط في نشاط فكري وسياسي بين المغتربين، وكان عنوان أول محاضرة يلقيها هناك لماذا نحن مسلمون، وذلك في أواخر ديسمبر 1931، وقد استجوبته الشرطة الفرنسية على إثرها. شارك في تأسيس جمعية الوحدة المغاربية تحت إشراف الأمير شكيب أرسلان، وأصبح ممثلا للجزائر فيها. وفي مرسيليا أشرف على نادي المؤتمر الجزائري الإسلامي، وبعد ذلك سافر إلى مصر عام 1956 وأقام بالقاهرة، حيث سخر نفسه وقلمه لخدمة ثورة التحرير الجزائرية، وهناك عمق معرفته باللغة العربية بعد أن كان ضليعا في اللغة الفرنسية. ركز جهده في مجالي فكر النهضة والدراسات القرآنية، وقدم في الأول إسهامات بارزة لتجديد الفكر الإسلامي المعاصر، حيث أكد أن أزمة المجتمع المسلم هي أزمة منهجية عملية بالأساس، وبناء على ذلك صاغ نظريته في التغيير الاجتماعي على أساس مبدأ الفاعلية وللتصدي لما سماه القابلية للاستعمار والحذر من داب الاستكانة والهوان. أغنى الفكر الإسلامي بمصطلحات عديدة بحديثه عن الأفكار الميتة والأفكار المميتة والعلاقة بينهما، وعن مراحل تطور الحضارة الإسلامية وغير ذلك. المؤلفات والآثار: له سجل حافل بالعطاء الفكري، إذ ألف أكثر من 30 كتابا، منها مشكلة الثقافة عام 1956، والصراع الفكري في البلاد المستعمرة عام 1960، والفكرة الأفرو آسيوية عام 1956، والكومونولث الإسلامي
عام 1960. من أشهر كتبه الظاهرة القرآنية، ووجهة العالم الإسلامي، وشروط النهضة، ومشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. نشر له بعد وفاته كتابان: الأول دور المسلم ورسالته في القرن العشرين عام 1977، والثاني بين الرشاد والتية عام 1978، وقد ترجم الدكتور عبد الله الصبور شاهين عددا من كتبه الصادرة بالفرنسية إلى اللغة العربية. الوفاة: توفي مالك بن نبي يوم 4 من شوال 1393 الموافق ل31 أكتوبر 1973.